السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدخل على طول في الموضوع مع حضراتكم. جات لي رسائل كتيرة جدا جدا جدا، والرسائل دي على فكرة الردود عليها مهمة جدا، لأن مخالفة الردود عليها بتجيب كوارث وبتودي في حتت تانية. أولنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، في رسائل جاية لي كتير بتقول والله دكتور أحمد، ابني في الثانويه العامه او مخلص الثانويه العامه، يعني مش عارف يعني هو مخلص او في الثانويه العامه يعني. المهم انه مراهق وقاعد على الانترنت بيشتغل على مواقع بتطلب منه فلوس، والفلوس دي بتعلي عليه، خد مني مش عارف 5000 جنيه الاسبوع اللي فات، وقال لي يا ماما هرجعهم، يعني مش عارف 10500 او حاجه زي كده. المواقع دي نصب يا امي، المواقع دي نصب يا امي، المواقع دي نصب، المواقع دي نصب، المواقع دي نصب. المواقع اللي تقول لك هات 500 جنيه وهشغلهم لك، هيجيبوا لك 600 جنيه كمان ساعة، 1000 جنيه كمان ساعتين، مش عارف كمان أسبوع هيبقى معاك 10000 جنيه. هو حضرتك بيعمل عملية جذب، بياخد حضرتك وبياخد ابن حضرتك وبياخد جوز حضرتك، وجوز حضرتك الطماع، ابن حضرتك الطماع، حضرتك الطماعة، أيا كان مكان، بيلعب على حتة الطمع، لأن طالما الطماع موجود النصاب بخير. يبدأ حضرتك ياخد من حضرتك الفلوس 500 جنيه، بيبدأ بالشريحة الصغيرة، يبدأ حضرتك يرمي لك ايه فعلا بعد منها بكام يوم يبعت لك مبلغ زيادة على المبلغ اللي انت تقولي يا كده تمام، تبعتي له تاني تزودي له الشريحة 1000 جنيه، يروح باعت لحضرتك برضو زيادة على الشريحة اللي انت بعتيها. حلو قوي، انت كده تقولي الله اكبر، كده زي الفل. بعد كده روح معلي تمام، يقول لك والله احنا محتاجين قد حوالي 50000 جنيه، هيجي لك قد حوالي 100 ألف مثلا يعني. فتروح بعت ال 50 مع السلامة، تسافري كده باي باي، ما لا تلاقي لا تليفون ولا تلاقي أي حاجة. ده اللي بيتم في دايرة النصب الإلكتروني اللي موجود من ضمن المواقع النصابة. من ضمن المواقع النصابة أنا بحذر أهو يا جماعة، موضوع التوظيف. في بقى مواقع بتوظف الناس، يقول لك يا عم هات لي المسوغات وهات لي الأوراق وهات لي وهات لي وهات لي وهات لي، وهتدفع لي 200 جنيه، والوظيفة ب 150 جنيه. أنت تقول يا عم إيه يعني إيه 150 جنيه دي؟ يطلب منك حاجات فعلا، اوراق رسميه كامله مكمله، ويبدا ان هو يروح منزل وظيفه عنده على الصفحه، ويبدا قد حوالي جاب لجنه الكترونيه عنده، يبدا يجي 50 30 40 واحد تحت البوست اللي هو منزله، يروح كاتب والله الله يبارك لك، والله انا اتوظفت المرتب بتاعي كويس، بس الواد حمقه اللي على اول الشارع اللي انا بيعدي عليه على طول ده، بصراحه انتوا حاطيني في موقع، الواد حمقه ده عمال بيرخم عليا، ما عندكمش شركه تانية اشتغل فيها بعيد عن، والتاني يرد عليه يقول له حاضر خلال 24 ساعه نبدا نرد عليك، ويبداوا يعملوا فيلم على الجمهور بتاعهم. الله اكبر، هوب تبص تلاقي ايه، الناس تروح داخله يلا 150 جنيه، يروح باعتهم ولا بيهم ولا عليهم، ويبدا الاوراق بتاعته تتبعت مع السلامه، والقلب داعي لك كده، يقول لك كده بعد المرحله نرد عليك كمان 5 ايام 10 ايام، يروح باعت ل 1000 واحد في الفيلم ده كله، يبدا. والناس دي بتتمسك على فكره يعني من الغباء بتاعهم المنيل بنيله بيتمسك. وان بسم الله ما شاء الله، انا طبعا بحيي كل الشكر والتقدير طبعا لوزاره الداخليه، مباحث الاموال العامه عامله شغل مجهود فوق الروعه في حاجه زي كده، متابعين بقوه في القصه دي. ما عليك انك تبلغ بس، ما تكسلش يا عم 150 جنيه يا عم اللي راحوا، لا، بيتجابوا من قفاهم، بس بشرط تمسك الارقام اللي عليها بيتجابوا. فدي حته مهمه. الحته بقى الثالثه اللذيذه جدا في النصب، قبل ما اتكلم في الحته الثالثه دي، حته بقى اللي هو ايه, يعني الناس او المواقع الزباله، الزباله اللي هم بيستخدموا العنصر النسائي في التوظيف. دي مواقع دعاره يا فندم، بعد اذن حضرتك، دي مواقع دعاره حضرتك، وبيبداوا ان هم يستخدموا الناس اللي هي يعني واقعه ومحتاجه فلوس، وبيبقى عينيها طبعا طالعه في الحياه، يلا يا ماما تعالي احنا والله محتاجينك سكرتيره، فتدخل في حته تانية.
ابعت لنا صورك، ابعت لنا اي موقع يقول لحضرتك ابعت لنا الصور بتاع حضرتك، على طول قولا واحدا تاخد الموقع حضرتك وتبعتي حضرتك على موقع الاداره العامه اللي هي بتاعت الاداره المركزيه لمكافحه او مباحث الانترنت. بيبداوا ان هم بياخدوا البلاغات دي، وما فيش عملت اللي على حضرتك تعملي بلوك وابلاغ وشكرا على كده ومع السلامه. الحته بقى الثالثه اللي في الموضوع او الحته الرابعه زي ما انا قلت لحضراتكم، اللي هي المواقع اللي يقول لك تعالى يا عم هات فلوسك اشغلها لك. مش حاجه اسمها كده يا امي، مش حاجه اسمها كده يا ابويا، الله يستر عليك. مش حاجه اسمها الكلام ده خالص. ابعتوا لنا يا اخوانا على الكلام ده. هات يابا فلوسك اشغلها لك، مواقع تشغيل وابلكيشنات وتطبيقات وحاجات والافلام، يعني الافلام اللي بتتعمل دي. البيزنس مش كده نهائي، ولا اداره المشاريع بتتعمل كده اصلا. تمام. ده انا عشان خاطر ادخل مثلا في اسهم مع الناس الشركاء اللي يعني بيبقى عشان ادخل بسهم مع شريك مثلا، انا كاني رايح اني رايح اتجوز اخته زي ما بكلم حضرتك كده، والله زي ما بكلم حضرتك رايح اسال عليه 24 ساعه في حوالين المنطقه اللي حوالين منه، الناس اصدقائه، هو السي في بتاعه ايه في الحياه عشان هيبدا يدير فلوس انا اديها له، هيشتغل عليها ايه، هي المؤهلات الكواليفايد بتاعه هيبقى عامل ازاي في اداره راس المال، الراجل ده محبوس قبل كده، الراجل ده متنايل على عينه قبل كده ولا لا. بعرف الافلام دي كلها بضربها في الخلاط بحطها على جنب، ابدا بعد كده اشوف الراجل ده راس ماله، فلوس اللي عنده اللي هي بنسميها كده الذمه الماليه بتاعته تقيله يابا ولا مش تقيله. الراجل ده جاي واقع من فوق البرج عشان هياخد مني الفلوس بتاعتي ويشغلها وبعد كده ينصب عليا ويقول لي السلام عليكم احنا مشروعنا خسر، ولا الراجل ده راجل كبارة راجل تقيل هيبدأ بعد لما ياخد الفلوس بتاعتي لو المشروع خسر يعمل باك اب، يقول لا يا رجالة احنا بصوا اي نعم مع بعض على المكسب والخسارة بس احنا مع بعض، لا احنا نعمل باك اب ونعمل ونشتغل ويلا بينا تاني ونستارت اب تاني يلا بينا. والعمل دي حاجات كتير بتكلم فيها في فيديوهات وسلسلة فيديوهات. من ضمن حاجات النصب اللي انا بتكلم فيها، تمام، من ضمن حاجات النصب مواضيع بقى الجماعه الكوتشنج واللايف كوتشنج اللي احنا طالعين لنا في البخت، اللي هو زي الناس اللي بيقول لك يا ابني 20 سنه وخلي بالك في ال 20 سنه والكلام ده، وتعالى لما ولفظ سوقي ولفظ قله في 60 في 70 رايح في حته تانية وخلي بالك وتعالى احضر وسيبك من كل الكلام ده. فندم الكلام ده ماركت ليه لقصه المحاضرات والكلام اللي بيتقال، كلام بيع كلام عشان خاطر يعني يعملوا محاضرات ويعملوا ابن حضرتك روح يدفع تيكت حضرتك قد حوالي 500 جنيه 600 جنيه حضرتك، ودلوقتي وصلت الفيزيتا لغايه 4000 3000 جنيه عشان يتقال له يا دي انت لو ما عملتش ال 500 الف جنيه وانت في ال 20 سنه ولا المليون جنيه وانت في 20 سنه وفي 30 سنه يبقى انت كده مش اي حاجه، انت كده تروح تدفن نفسك. كلام توكسيك، كلام بيحبط الناس، كلام بيوقع الشباب بتاعنا من فوق الابراج. فندم بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك اللايف كوتشنج المحترم اللي احنا بنتكلم فيه، تمام، اللي بنحطه ضمن المعايير اللي احنا بنحطها مع احترامي الشديد جدا لاي حد في الدنيا، لاي حد في الدنيا. انا واحد من الناس ما اقدرش اقول على نفسي ان انا راجل لايف كوتش، ما اقدرش، لان دي فيها حاجه كده ليها ساوند كواليفاي، ليها حاجات كده، ليها كده. مش انا بقى جاي قاعد على القهوه طلعت لقيت نفسي اتخرجت وقفت قدام بتاع لا التيكت بتاعي عالي، لا انا بقيت المهنه بتاعي. يا ابني انت مهنتك ايه في الحياه؟ انا بقول بقى انا بياع كلام. يا ابني يا حبيبي انت بتشتغل ايه في القصه؟ انا راجل بتاع كلام وراجل تسويق بتاع كلام. طب يا ابني ايه هي الخبرات بتاعتك في البيزنس؟ مفيش. تبص تلاقيه غرز او هي تغرز، انا بتكلم ان جنرال اهو عشان بس محدش يقول ايه انت ماسك على الناس، لا انا بتكلم اهو
تمام، يغرز في قصه البورصه ويقصد يغرز في حته التداول بتاع المال. يا ابني انت ممكن تروح تشتغل في تداول الاوراق الماليه وبتاع، تشتغل في البورصه والبورصه اونلاين والاي اي، ويدخل لك في الكم الاكسبريشنز بتاعته اللي بيدخل بيها، واهلا وسهلا الواد يتوهم يدخل يلبس في الحيط. طب ايه يا عم انت اللي بتتكلم ليك اكاونت اصلا في التداول؟ ما نبحث ما نلاقيش اصلا ليه اي لا اكاونت في التداول ولا اي حاجه. طب ليه اي حاجه جوه البورصه؟ طب اشتغلت 5 سنين 10 سنين في التداول الحر؟ مفيش. طب ليك يا عم اكاونت تقدر ان انت تشتغل عليه التداول عشان تتكلم في التداول وتعرف ايه هي الرافعات الماليه وايه هي الشارت وايه هي إيه نظريات التداول كلها بقى وكل الكلام الجميل اللذيذ دوت. انت يعني مدرك الكلام ده؟ انت تعرفه؟ نبص نلاقيه ليس له اي علاقه بالبطيخ. فبيع الكلام جدا بيودي الشباب بتاعنا في 60 داهيه. والدليل على كلام مش هقول الدليل عشان الناس بتزعل، بس انا ليا معيار. ان لم تحترم هرم ماسلو في حياتك، ان لم تحترم هرم ماسلو في حياتك، وارجعوا يا جماعه شوفوا سيرشوا على الانترنت ايه هو هرم ماسلو. الجماعه بتوع علماء الاجتماع يقول لك ايه هو هرم ماسلو. قاعده ان في حاجات اساسيه اامنها في حياتي، بعد كده اتدرج للتعليم واتعلم كويس واتاهل كويس، بعد كده ابحث عن الوظيفه، وبعد كده اتزوج، وبعد كده طب ما فيش وظيفه ابدا ان انا ابحث عن شغل وابدا اتزوج والى ان اصل واترقى في المناصب بتاعتي لحد ما اوصل لاعلى مرتبه، بعد كده يبدا الكيرف بتاعي ينزل في الحياه. مش يروح ابحث نفسك في ال20 سنه وانت عندك 20 سنه، والواد يروح يا عيني يا قلب امه هات ياما ال 500 جنيه انا راح اتكلم راح عشان احضر للنصاب، والعيال تتبهدل وتروح في 60 ده. كلام حلو ولذيذ وجميل جدا. وايه يا ابني قصه نجاحك في الحياه؟ لا اصل ركبت الطياره وطلعت ولفيت العالم. ما انت بالكلام. شباب بيروحوا في 60 داهيه. تمام. من ضمن دايره النصب اللي بتكلم فيها دايره النصب في السلع. مش حد يا فندم يقول لك السلعه انا ببيع لك ويقول لك انزل لي خاص. لا ما لقيتش حضرتك الدايره بتاعت الكاتيجوري بتاع حضرتك بتاع السلعه اللي قدام منك محطوط قدام منك بالمواصفات بعناوين الشركات وليها عناوين وانت هتشتريها اونلاين، ما تشتريش يا فندم بعد اذن حضرتك، لان الكلام ده ودي في 60 داهيه. الناس كتيره بيتنصب عليها ليه سلع مصنوعه تحت بير السلم، فالناس بتاخد القصه مع السلامه والقلب داعي لك. بص تلاقي والله انا اعرف ناس فتحت كرتونه جاي يعني مشتريه كرتونه فيها هديه، يعني راجل جاب هديه كده لناس، فبيفتح الهديه لقاها والله زي ما بكلم حضراتكم كده يعني لا في حاجه تانية خالص، يعني ملهاش علاقه بالقصه. طب يعني بعد اذن حضراتكم موضوع ادخل لي خاص وكلمني خاص ده انا بعتبره بما يرضي الله كده كلام فاضي. مش بقول نصب، مش بقول نصب، خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله. فندم بعد اذن حضرتك نبعد بعيد كل البعد عن الكلام اللي انا اقوله ده. كلام في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. لما تيجي تمسك انا للاسف ما يعني هبوضحه تاني في فيديو تاني. يعني الفيزا كارد بتاعتك ليها طريقه للمسكه. خلي بالك في الكلام ده. الداتا بتاعتك وانت واقف قدام اي حد في الدنيا، تمام، اي حد في الدنيا قدام ماركت، واقف في الشارع، واقف راكب مواصلات، بتفتح الفيزا كاردز بتاعتك ليها طريقه وليها ماسكه معينه. لان دلوقتي بقى في ابلكيشنز بقى بيلقط الداتا اللي موجوده في الحيازه بتاعتك. لا ده العمليه دلوقتي بقى يعني بقت متطوره جدا. صباح الخير على حضراتكم يا فندم. يا رب يكون كلامي كده بس خفيف كده على الصبح، تمام، لان دي نصايح كده بقولها لان الناس كتيره جدا بتقع في النصب. ويا رب ان شاء الله باذن الله يحفظكم جميعا واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في لايف ونصايح تانية عن دايره النصب والنصابين والكلام ده. وعلى فكره بالمناسبه هبث على طول بشكل دوري من خلال يعني البث او الريلزات، او ممكن بعد لما انا اخلص يعني اخد القصه بتاعت اللايف دوا، وممكن ان انا احطه في صوره
ريلزات عشان تبقى خفيفه بالنسبه للناس. ويا رب ان شاء الله باذن الله يبقى يومكم سعيد. صباح الخير على حضراتكم جميعا، واشوفكم على خير ايه اللايف الجاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.